علاش بزاف د المرات وبلا ما تشعري فجأة انت كتلقي راسك كتفقدي الهدوء النفسي والطبع الهادئ ديالك، وممكن حتى انك ديري تصرفات اللي عمرهم ما كانوا من طبعك، وكتوصلي لدرجة انك انت براسك كتفاجئي من ردة الفعل ديالك. السلام عليكم. الا كنتي اول مرة كتشوفي القناة، مرحبا بك، عندي يشرفني انك تشتركي عندي وتكوني من المحاربات اللي خدامين على شخصيتهم يطوروها نفسيا ومعنويا. اليوم غنحاول نوصل لك كيفاش توصلي لداك السلام الداخلي، وكيفاش تعاملي مع ديك الحساسيه الزايده اللي كتكون عندك جهه العالم الخارجي اللي طاير بك، ويكون عندك توازن داخلي ونفسي اللي يخليك تواجهي الحياه بكل التناقضات الخايبه اللي فيها، بلا ما تفقدي راسك في ديك التفاصيل الصغيره اللي ما تستاهلش اصلا. اذا علاش كتنفعلي وعلاش كتفقدي الهدوء ديالك؟ كلنا عارفين بلي الحياه كتعيشك في مواقف ومحفزات كيخليوك تنهاري. كلمه قاسيه ما توقعتيهاش، خصوصا الا كانت من القريب، موقف خايب على غفله، مصيبه طاحت على راسك بين ليله وضحاها، هادشي كامل كيخلي النار شاعل في قلبك. ولكن اللي خاصك تعرفيه هو ان بعض المسائل من هادو ما تستاهلش تفعلي معاهم من الاساس. بحال هضره تقالت لك مثلا وانت عوض ما تجاهليها تيقتيها وخديتيها عن محمل الجد، حيت مشكلتك انك كتقيسي قيمتك على حساب النظره ديال الناس ليك، وهذا الشيء كيخليك تكوني اسيره للاراء ديالهم، زائد على انك كتركزي غير على الامور السلبيه واللي انت اصلا ما باغاهاش تكون في حياتك، وكتنسي امور كثيره ايجابيه وزوينه ربي كرمك بها. السلام النفسي ما كيعنيش ان كاع الامور في حياتك خاص تكون مثاليه وحتى حاجه فيها ما ناقصه. السلام النفسي هو انك تقبلي حياتك كما هي وتحاولي تفرحي فيها بلا مقاومه. الهدوء النفسي قرار كتاخديه انتي بانك تحطي راسك فوق كل المواقف اللي كتستنزف الطاقه ديالك، ما تبقايش تاخدي كاع الامور بواحد الشكل اللي شخصي، ماشي اي حاجه تقالت ولا دارت راها عليك ولا كتعلق بك انت اصلا. اعتبري بلي اي هضره او اي تصرف من شي حد هذا نابع من شخصيته هو ومن تربيته هو، انت ما عندك بها حتى شي علاقه، وبعيده كل بعد من هذا الشيء. ولو تكون موجهه لك انت شخصيا، مني تفهمي هذا الشيء غتولي تشوفيه في المواقف بواحد الواقعيه اللي حقيقيه ومعقوله. الراحه النفسيه ديالك عمرك ما غتحتاجي الموافقه ديال شي حد باش توصلي ليها. حتى واحد ما عنده السلطه انه يخليك فرحانه وقت ما بغى ويعصبك ويمرضك وقت ما بغى. تعلمي فن التجاهل، ماشي اي حاجه تستاهل رده الفعل منك. بعض المرات افضل هديه انك تهديها لراسك هي تجاهلي وتغمضي عينيك وتصرفي على انك ما سمعتي وما شفتي. تجاهلي الانتقادات، تجاهلي الناس السلبيين، تجاهلي الافكار اللي كتستنزف الهدوء ديالك. الحساسيه الزايده اللي فيك ماشي عيب، ولكن كاينين شي امور اللي خاصك تفكري فيهم بالمنطق وتفهمي المشكل ديالها من الاساس. مثلا عوض من انك تشوفي هضره الناس بالنسبه لك تهديد او لا نقص منك، ديريه فرصه باش انك تزيدي تقوي راسك وتقدري تواجهي اي حاجه نفسيا ومعنويا وتزيدي تعلمي. هنا حتى شي حاجه ما غتبقى تاثر فيك. مني طيحي في شي موقف ما عجبكش، اولا بعدا خدي الوقت الكافي ديالك وسولي راسك واش هاد الموقف يستاهل نتاثر به ونغضب ونفقد الهدوء ديالي على قبله ولا لا. كنأكد لك كل تأكيد باللي في أغلبية المواقف غتلقاي باللي الجواب غيكون هو لا. غتسمعيه طور وغدوز عليك عواصف اللي ما عمرك في حياتك ما توقعتي أنك تطيحي فيها نهائيا. هنا القوة الحقيقية ديالك كتجلى في أنك تكوني بحال الشجرة واقفة وشامخة في جميع الفصول وجذورها مغروسين في عمق الأرض. اختاري ديما راسك واختاري ديما الهدوء ديالك وما تعطي فرصة لحتى شي إنسان أو لحتى شي موقف ياخد منك هاد الكنز. السعادة ما كايناش وما كتجلاش في أنك تسيطري على أي حاجة. السعادة كاينه في أنك تقبلي داكشي اللي ما يمكنش لك أنك تغيريه وبلا ما تكوني حساس أكتر من القياس. ثقي بيا الحياة قصيرة بزاف، ما تضيعيهاش في اي حاجه، ما تضيعيهاش في انك تجاوبي على السفهاء او لا تبقاي تفلي وتبحثي على مشاكل. قد ما تجاهلتي قد ما غتعيشي بخير. خلي هذا الفيديو يكون رساله بالنسبه لك، انت تستاهلي حياه تعيشي فيها مرتاحه وحياه تكون هادئه بلا صداع بلا مشاكل. خلي عليك الحساسيه الزايده على جنب
حيت حياتك كبيرة على هاد الشي، وأهم من هاد الشي، همك عمرك تشكيه لغيرك، شكيتي للعدو يشمت فيك، شكيتي للصديق يقدر ما يتحملك شوية غبر من حياتك ومن مشاكلك. كاع الناس عندهم من الهم اللي كافيهم ووافيهم، تا حد ما باغي يزيد عليه. شكيتي على والديك تا هما غادي غير تدخلي عليهم الهم ديالك وتزيدي على لا ما فيهم، اللي قدرت تا صحتهم ما تقدر تحملو. شكي همك لسيدي ربي اللي حياتك كامله بيديه، وهو الوحيد اللي شافك وحس بك وعارف عليك اللي حتى شي حد ما عارف. هو اللي قادر يغير حالك للأحسن وعمره يمل منك. الحياة عامرة بالناس اللي على والي يستفزوك ويخليوك تشعلي وتخرجي هضرة بدون شعور، اللي عمرك غتقوليها وانتي هادئة. واش عمرك فكرتي بلي هاد الغضب وهاد الانفعال حل، والغوت والستريس اللي ديما معيشة فيه راسك غيبدلو شي حاجة، او لا غير كتستهلكي في طاقتك وكتمحني في راسك على حاجة كاع ما تستاهل؟ خاصك تعرفي بلي الهدوء ماشي ضعف ولا استسلام، بالعكس هو قوة، قوة اللي كتخليك تحكمي في راسك عوض ما تحكم فيك الظروف. الهدوء هو انك تشوفي الامور كما هي بلا ما تعطيها اكثر من الحجم ديالها، وتعطيها اكثر ما كتستحق، وتاخذ من طاقتك ومن المشاعر ديالك ومن عمرك كامل بصفة عامة. الغضب ديالك كيكون بالاراده ديالك، وكتغضبي وكتغوتي حيت انت قررتي وبغيتي، ماشي حيت شي حد لزم عليك هادشي. وقت ما طحتي في شي موقف، خدي غير دقيقه وحده وفكري فيها مزيان، واش هاد الموقف يستاهل انني نتقلق بسببه او لا. ثقي بيا هاد الدقيقه كفيله على انها تخليك تهوري ولا تصرفي بحكمه. ما كنقولش لك بلي ما خاصكيش تغضبي نهائيا، حيت هادشي اكيد مستحيل، حنا غير بشر. ولكن ثقي بيا، اكبر استثمار نفسي ليك هو الهدوء والسلام النفسي، حيت ملي كتحافظي على هاد الجوج كتكسبي اكثر ما كتخسري، كتكسبي احترامك لراسك، كتكسبي مكانتك بين الناس، وغتولي عندك القدرة تاخدي القرارات الصحيحة، عوض دوك القرارات اللي كتفرضهم عليك العاطفة والغضب، اللي اكيد غيجي واحد الوقت اللي غتندمي عليهم. حيت عمرك غتاخدي شي قرار في حالة غضب ومع المدة تلقيه مثالي مستحيل. حاولي تحكمي في الانفعالات ديالك، ما تكونيش بحال شي مونيكا وتخليها تلعب بك كيف ما بغات. تذكري ديما بلي القوة ماشي في انك ترفعي صوتك اولا تغوتي، اولا في انك تجاوبي عليهم في البلاصة، اولا حتى في انك تثبتي ليهم بلي انت عندك الحق. القوة الحقيقية هي انك تثبتي وترزمي وتاخدي وقتك وتفكري مزيان وبحكمة في اي لحظة يبغيو يجروك فيها ويخرجوا منك اسوأ ما فيك. والقوة الحقيقية هي انك تختاري السلام النفسي لصحتك، ماشي حيت انت ما تقدريش تغوتي، او لا ماشي حيت انت ما تقدريش تغضبي، لا، بالعكس، حيت انت قوية وما كتعطي فرصة لحتى شي موقف ولا لحتى شي شخص يتحكم فيك وفي نفسيتك.